السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة احنا مش في مطبخنا، احنا برا. هنعمل غدا كده سهل وسريع، وكمان هنعمل حاجة حلوة لزوم بقى الشتاء وقعدة بالليل. معايا هنا 3 بصلات كبار قوي، هقشرهم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معايا كمان كيلو من اللحمة متقطعة مكعبات. هقشر بقى البصل واغسله وارجع تاني اقولكم هنعمل ايه. هنا بقى غسلت البصل كويس، هبدأ بقى اقطعه شرايح كده رفيعة، او ممكن مكعبات صغيرة، او خرطه تخريط عادي على حسب ما انتوا حابين. مش عارفة ليه انا بستصعب ان انا اقطع على القطاعة، ما بحبش استعملها خالص، وشايفة انها بتاخد وقت طويل. يعني بستسهل كده ان انا اقطع على ايدي. بصوا هنا هتلاقيني محتاسة وانا بقطعه، مش عارفة اقطعه على ايدي ولا احطه على القطاعة ولا اعمل ايه بالظبط. كنت حاطة بقى جنبي حلة على النار فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة، هنزل فيها باللحمة. اللحمة كانت عندي في الفريزر، فانا مطلعاها ومقطعاها كده وهي ساقعة عشان اعرف اتحكم فيها واعرف اقطعها. وايه دي البصل، هنا كنت بشوح اللحمة بقى. هنا قطعت كمية البصل كلها. هدي اللحمة صدمة كده على نار عالية علشان ما تنزلش مية. إيه، واول ما اديها تشويحة حلوة ولونها يغير هبدأ اطلعها، وفي مكان اللحمة هنزل على طول البصل. دي اللحمة اهي بعد ما خدت تشويحة كده. هبدأ بقى اشوح البصل كويس لحد ما ياخد معايا لون بني حلو كده. انا مش هحمره، انا هدبله بس ياخد معايا مجرد لون بني غامق بس، لون بني حلو مكرمل كده، مش متحمر. بصوا بقى هنا نزلت كمان باللحمة وحطيت عليها التوابل، فلفل وفلفل اسمر وكمون ومعلقة 7 بهارات، وهنزود كمان معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة قوي، او نص معلقة الشاي او ربع معلقة الشاي كمان قرفة، اللي ما بيحبش طعم القرفة. هبدأ بقى اقلب في اللحمة مع البصل اشوحهم كويس، وهنزل عليهم بميه مغليه، ميه بقى من الكاتل، هتسخني ميه على البوتاجاز زي ما انت عايزه. هنا بقى كنت زودت ميه خلاص، وهسيبها تغلي بقى وتستوي كويس منها فيها. وطبعا اللحمه بنملحها في الاخر، اول ما بتبدا تدخل في السوا واحس ان اللحمه خلاص طريت معايا هبدا املحها واظبط ملحها. حله تانية على النار بقى فيها برضو معلقتين زيت ومعلقه سمنه صغيره، وهنزل بالشعريه. معايا حوالي كوبايه او نص كوبايه الا شويه من الشعريه. هحمرها كويس جدا، واول ما تتحمر وتاخد لون جولد كده بني ذهبي معايا انزل عليها بالرز المغسول والمتصفي. وهنا اللحمه خلاص بقول لكم انها كانت دخلت في السوا. هظبط بقى ملحها وههدي عليها النار واسيبها بقى تستوي مع نفسها. على الرز ما يستوي هتكون كمان اللحمه استوت.
هنا بقى الشعرية كانت اتحمرت زي ما انتوا شايفين وخدت لون ذهبي كده. نزلت عليها بالرز وهتشوحهم تشويحة كده مع بعض لحد ما المية اللي فيه الرز تنشف. نزلت عليهم كمان بملح ومكعب مرقة. وبرده حاطة مية في الكاتل تسخن للرز. هنا بقى كنت حطيت مية الرز وغلي غلوة كده. هبدأ اغطيه، واول ما يتشرب ميته هنهدي النار عليه خالص ونحط تحتيه كمان شياطة. تعالوا بقى يلا اوريكم الغدا بتاعنا. ادي الرز استوى واللحمة كمان، وهنبدأ نغرف. وعملت كمان سلطة. بصوا شكل اللحمة بالصوص بتاعها شكلها تحفة، والطعم كمان حلو قوي. ودي الرز، رز مفلفل. وايه دي السلطة. وده بقى كان غدينا النهاردة. وكمان عملنا كيكة سريعة، كيكة الشاي العادية. كيك فانيليا عادي. بس ما صورتش بصراحة الخطوات. هنا الكيكة كانت معانا في الفرن خلاص استوت. اتغدينا بقى وكوباية نسكافيه حلوة كده وطبق كيك وقعد. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله على خير، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.